بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. العيد فرحة؟ العيد فرحة، لكن كتير من الناس أول يوم العيد مش بتقضيه فرحة ولا انبساط، بتقضيه للأسف تعب ومغص وإجهاد وأعزكم الله تقيؤ، والبعض منهم للأسف بيدخل المستشفى من كتر ما هو تعبان، وبنسمع عن ده كتير جدا وحالات كتير جدا بتحصل في العيد. طب ليه؟ لأن هم للأسف الشديد طلعوا من شهر رمضان الكريم بعد ما كان الجسم اتعود على نظام غذائي معين ونمط حياة معين، فطار وسحور وطريقة تغذية معينة. احنا كنا اتكلمنا سابقا في أول رمضان عن الفطار الصحي والسحور الصحي. فجأة ندخل كحك العيد، البسكوت والشوكولاتة والعصاير وكل حاجة مسكرة. في ناس طبعًا لازم تلاقيها من ضمن العادات والتقاليد في بعض الأماكن نفطر على رنجة أو فسيخ أو الحاجات دي كلها، ويعني مش بيرحموا معدتهم للأسف الشديد، ومش عارفين إن ده إجهاد كبير جدًا، جدًا على معدة قعدت شهر كامل ماشية على نمط غذائي معين، وبالتالي بيحصل تخمة، بيحصل تعب، بيحصل مشاكل كبيرة جدًا، جدًا. فإحنا قلنا في قوارير النهارده نلحقكم قبل ما تعملوا كده في نفسكم، وقبل ما تكتر العزايم طبعًا بيكتر كمان الزيارات في العيد. إحنا عارفين رمضان كان فيه العزايم، لكن العيد بتبقى بقى فيه الزيارات والكحك والبسكوت والحلبة والترمس وكل الحاجات دي، وفي كل بلد طبعًا ليهم عاداتهم وليهم تقاليدهم في الضيافة، ولكن ممكن تكون مختلفة، ولكن المُتّفق عليه إن الجميع بيعمل عادات وتقاليد للأسف بتتعب المعدة بعد شهر رمضان الكريم. في حلقتنا النهارده إحنا مش بنقول لكم ما تاكلوش كحك، ما بنقولكوش مش تتبسطوا ولا تدعوا الناس عندكم في البيت ولا شوكولاتة ولا بونبوني ولا الحاجات دي ولا تدخلوا الفرحة في بيوتكم، لأ، ما فيش مشكلة، إحنا نعمل ده ولكن باعتدال. إزاي نفرح وناكل من غير ما نتعب؟ إزاي نعيّد وإحنا مبسوطين من غير لا قدّر الله ما ندخل المستشفى ولا نعلّق محاليل ولا نعمل أي مشاكل؟ ونعرف معاكم النهارده إيه الأخطاء الشائعة اللي بتحصل وبتبوّظ العيد من غير ما نحس، ونقضّيها نوم في السرير ورايحين الصيدلية وناخد مطهّر معوي والحاجات دي كلّها. حلقتنا اليوم فعلًا إحنا عايزين تكون فرحة العيد فرحة حقيقية، مش وجع بطن ولا مستنيين أي مسكن. مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة أميمة دراتكا، خبيرة التغذية العلاجية والإعلام التغذوي والأخصائية في التغذية. سلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أميمة، عليكم وربنا السلام يتقبل أهلا منا ومنكم وسهلا. وبإذن الله عيد سعيد. اللهم آمين، إن شاء الله تكون الأيام كلها مقبولة وخير، وإن شاء الله يكون العيد سعيد على الجميع بإذن الله. آمين آمين يا رب العالمين. طيب أستاذة أميمة، إحنا عندنا طقوس وعادات وتقاليد في معظم البلدان العربية. أول يوم العيد لازم بيكون عندنا كحك وبسكوت، شوكولاتة، بونبوني، العصاير، الحاجات فيها سكر. إحنا عندنا في مصر مثلا لو تسمعي عن الفسيخ والرنجة أعتقد تعرفيهم، صحيح. لازم أول يوم أكيد. العيد كتير من الناس بتحب تاكلهم. فليه بقى؟ ليه الحاجات دي أول يوم العيد الناس بتنقض عليها بطريقة رهيبة وكأنها بقى لها يعني سنين ما أكلتش؟ صح، معك حق. طبعا هو فعليا خطأ كبير. ليش؟ لأنه نحن برمضان عم نضل على وجبتين، اللي هي وجبة الإفطار ووجبة السحور، فعندنا فترات أساسا الإفطار الصباحية ملغية، فالجسم مو متعود على أنه رح يستقبل أكل. ف 30 يوم الجسم ما عم بيستقبل أكل خلال ساعات الصباح الأولى، فنحن بنيجي مباشرة بعد ال 30 يوم بنكسر. وللأسف ما بنكسر بشيء طبيعي أو شيء معقول، ولكن بنشوف الكم الهائل من الكميات الأكل والمختلف الأنواع اللي عم تدخل على المعدة. مثل ما تفضلتي حضرتك بالأول، إنه في كتير طبعا أشياء بتدخل على المعدة، القهوة والحلويات والعصائر والأكل نفسه. فهذا الشيء فعلا بيأثر جدا على صحة الجسم، وبيأثر على
الشعور بالتعب والإرهاق، الشعور بالتخمة، المعدة غير مرتاحة، هذا الشيء أبدًا جدًا سيء. طبعًا العيد نحن نفرح لكن نحن بشكل صحي ولا ونكمّل يومنا ونطلع ونعمل الأشياء اللي نحن ببالنا أو نحن مخططين لها، ونحن نكون مرتاحين، على العكس إنه إذا أكلنا إحنا حننبسط بوقت الأكل، لكن إمم، بعدها بشوي ما حيكون عندنا الطاقة لإنه إحنا نعمل أي شيء تاني أو أي جهد تاني خلال اليوم. فنحن تمام. المفروض ندخّل الأكل بطريقة صحية من بعد فترة الصيام اللي هي مدة طيب خلّينا 30 يوم. نتكلم بقى عن الطريقة الصحيحة اللي ندخّل بيها الأكل، خصوصًا الكحك والبسكوت والضيافة بتاعة العيد بعد مدة طويلة. شهر رمضان الكريم إحنا قعدنا فيه ماشيين على نظام غذائي معيّن. صح. طيب إحنا إزاي بقى نتدرّج في الأكل، خصوصًا ال الكحك والبسكوت والحاجات دي كلّها، علشان معدتنا تبدأ تتهيأ واحدة، واحدة وما نتعبش ومش نشعر بقى بتُخمة أو مغص أو ما إلى ذلك؟ سؤال كتير حلو طبعًا. هلأ نحن أكيد من بعد هالفترة نحن لمّا بنيجي بنكسر الصيام اللي هي بأيام العيد، نبدأ بشرب المي، شرب المي حتى نبلش نهيئ المعدة إنه هي عم بدخل عليها أشياء جديدة هي ما كانت متعودة تدخل خلال هاي الساعات من الصباح، فبنشرب المي، بنرتاح، ما بناكل شي، بنضل فترة صغيرة. طبعًا نحن طبعًا معروف نحن بنصحى العيد من صلاة الفجر وبنضل صاحيين لباقي اليوم، فنحن لمّا بنصحى صلاة الفجر بنشرب مي، بنروح نصلي صلاة العيد، ناخد الراحة تبعة الجسم يعني اللي هي بين صلاة العيد لحتى نرجع على البيت، نرجع بنحضّر وجبة الإفطار. وجبة الإفطار نفس الكلام تكون هي وجبة فطور عادية، يعني وجبة الفطور اللي هي اللي عم نفطرها بالأيام العادية، بيض، خضار، فول، حمص، هي الأشياء اللي طبيعي تكون على وجبة الإفطار. الأجبان، الألبان تكون موجودة، نحضّرها ونحط كميات ما تكون كبيرة، نوزعها بطبقنا ونبلش بالأكل، ونحاول نعتمد كمان على الخضار خلال هاي الفترة لحتى نحن نخلّي الألياف تبلش وتلين في المعدة، إنه تكمّل في استقبال الأغذية اللي عم بتصير خلال اليوم. بعد وجبة الإفطار برضه نحن بنريّح، ما بنرجع ناكل دايركت حلويات وقهوة بمختلف أنواعها، إمم. شوي شوي ندخّل بشكل تقسيط على المعدة وبفترات متفاوتة، وما نبدأ بالحلويات بإدخالها اللي هي في كسر الصيام. من إمم. بعد وجبة الإفطار بفترة معيّنة ممكن نحن ناخد القهوة سواءً اللي نحن نعملها، ولكن مثلًا طالما أنا أكلت كعك أو بسكوت ما تعمل كمان قهوتي بسكر، نحاول ناخد القهوة أو الشاي خالي من السكر، آه. ناخد قطعة أو قطعتين من الكعك والبسكوت. طبعًا نحن هون ما بنحكي عن صحة، عن الناس اللي بينزلوا وزن، نحن بنحكي إمم. عن نظام حياة عادية، لأنه أكيد الكعك والبسكويت والحلويات هي عبارة عن عالية جدًا بالسعرات الحرارية طبعًا، وغير طبعًا. مناسبة للأشخاص اللي بدهم ينزلوا وزن، فنحن نحكي عن شخص عادي إمم. ولكن هي غير صحية أكيد نكثر منها، فالتقليل إمم. وعدم الحرمان بنفس الوقت. طب أستاذة أميمة، معنى كده إن فعلًا في مخاطر حقيقية من الإكثار من الكحك والبسكوت، لإن في ناس بتاخد الأمر يعني بشكل يعني عادي جدًا أو مستهينة بيه، وتقول ده أنا من أول النهار، من أول التكبيرات العيد لحد بالليل وأنا ماسكة علبة الكحك والبسكوت وما حدش بيقدر يوقّفني، بالشاي بقى مش عارف إيه وأسقّي والحاجات دي كلها وتبقى مبسوطة جدًا. فهل فعلًا في مخاطر حقيقية ومين اللي تقدري تقولي لأ، ده عنده خطر أكبر بكتير من أي حد وما ينفعش إن هو ياكل كحك وبسكوت بالشكل ده؟ توجيه حلو منِّك، تمام. هلأ الكعك والبسكوت خلّينا نفكّر بشكل منطقي، هو عبارة عن إيش؟ إيش اللي بندخله إحنا لنعمل الكعك والبسكوت؟ الزبدة أو السمنة، طبعًا هي إمم. زبدة إمم. أو سمنة بكميات كبيرة وليست كمية قليلة، السكر كتير بننضاف إلها، ننسى المطيبات والمنكهات اللي هي مثل أي نكهة، اليانسون وهاي الأشياء، بالعكس هاي أشياء صحية، لكن الإضافات اللي إحنا بندخلها اللي هي السكر والزبدة أو السمنة اللي عم تدخل عليه، هاي من أخطر الأشياء اللي نحن ممكن نتناولها وخاصة إذا تناولناها بكميات كبيرة. إمم. ليش؟ لأنه إحنا بنعرف السمنة الكثيرة أو شو بتعمل؟ ممكن تأثّر على ارتفاع معدل الكوليسترول بالجسم، ارتفاع معدل السعرات الحرارية اللي إحنا عم نتناولها، عم بتأدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم ونزوله بالمقابل بشكل سريع، فبصير في عندنا اختلاف بعمليات الأيضية في الجسم بتأثّر علينا عكسيًا أكيد، وبتأثّر على الدماغ، بتأثّر على كل العمليات الحيوية.
فهون نحن صار في عندنا المكونات تبعها هي عم بتأثر لنا بشكل سلبي على الجسم. فأكيد إذا أنا إنسان صحيح ما عندي مشاكل صحية أثرت علي بشكل سلبي، فما بالنا الأشخاص اللي اللي عندهم عنده مشاكل مشكلة صحية. صحية مثل مرضى القلب أو مثل مرضى الكوليسترول، مثل مرضى السكري الله يعافيهم السكر جميعا. بالظبط. هدول من الأشخاص اللي جدا عليهم تحفظ في كل أنواع الأغذية اللي هم يتناولوها، حتى مرضى ضغط الدم، تصلب الشرايين، الأطفال، كل الفئات العمرية هي، النساء الحوامل كمان ما ننساهم دائما. هذول من الفئات اللي كتير بنحذر على أنواع الأغذية وكميات الأغذية اللي بيتناولوها. فأكيد في محاذير لفئات معينة، وبرجع بأكد هي ليست لهاي الفئة، المحاذير ليست لهاي الفئة فقط، ولكن حتى للإنسان الطبيعي والسليم والصحيح له محاذير، لأنه الكمية والنوعية اللي إحنا عم ناكلها هي كتير بتأثر علينا سلبا. فالكمية إحنا صراحة ما عم نعرف إنه، يعني خلينا لو فكرنا بالمنطق، أنا لو أكلت قطعة واحدة تمام ما عندي مشكلة، لأنه أكيد مش هحرم نفسي. لو أكلت قطعة بين كل 3 ساعات و4 ساعات قطعة واحدة، أخذتها عن نفسي عن شهيتي، أنا أخذت الطقوس تبعتي اللي في العيد، ولكن مش معناته أنا إذا لازم لا والله لا أنا باكل 5 6 7 مرة واحدة. طب أنا شو استفدت؟ اللي أكل واحدة أو 6 هو يعني، ولا هو في إنه أنا سديت شهيتي أو أكلت أنا بالأشياء اللي بنعملها للعيد، ولكن أنا لما أكل كمية كبيرة أثرت على جسمي سلبا. ولو أكلت أنا واحدة ما أثرت التأثير بالمقدار اللي عم بتناول كميات كبيرة. وبرضه نحط بالنا في الحسبان إنه إحنا في العيد موجود عندنا زيارات، يعني أنا بطلع من بيتي على بيت جاري، على بيت أخوي، على بيت أختي. فخلال إن إحنا زياراتنا من البيت للبيت، كل بيت بتدخله لازم تتحلى، لازم تشرب القهوة أو تشرب العصير، خلينا نفترض بأبسط الأمور القهوة والحلويات في كل بيت لبيت لازم ناخدها. فإذا أنا من كل بيت لبيت أنا خلال كل ساعة حفوت على بيت، يعني أنا كل ساعة حاكل قطعة حلويات واحدة لنفترض مش أكتر مع فنجان القهوة. فأنا خلال اليوم إذا بنحسب أنا بكون تجاوزت 15 حبة من الحلويات، ولو أكلت أنا في البيت كمان 5، يعني أنا أكلت عدد غير طبيعي وغير منطقي دخلته على جسمي. فالصح أنا أكون منطقي لجسمي أولا، مش للناس أو أنا بدي أجامل الأشخاص التانيين. أنا يعني مثلا حتى هلا خلينا نفترض أنا في بيتي عملت كنترول، لكن أنا لو طلعت على بيت مثلا جيراني أو على بيت الأقارب احنا أنا لا، بنبقى إنه في ما حكسر حرج، لان في بخاطرهم. ناس تقعد تحلف علينا والله ابدا ده دي ضيافة العيد ما يصحش، فاحنا حرجا 100% ناكل صح. هنا وحرجا ناكل هنا وناكل هنا، بعد كده نرجع البيت تعبانين جدا جدا. طيب امتى يا استاذة صح. أميمة تقولي ان التعب ده تعب طبيعي علشان بس ايه النظام الغذائي اتغير شوية وبعد كده هنبقى تمام، وامتى تقولي لا التعب ده تعب مش طبيعي ولازم نقلق والمفروض نتوجه للطبيب؟ هو للأسف التعب مش طبيعي أساسًا يعني، لأنه أنا لو أيًا كنت كان صحية ما وماشية ينفعش صح نسكت. مش لازم أكون في تعب، بالعكس لازم أكون في قمة النشاط. ولكن لو كان مجرد يعني في ساعات الصباح الأولى أنا حسيت هيك شوي معدتي مزعوجة مثلًا، مش مرتاحة، حاسة شوي بتخمة بسيطة جدًا، عادي ما فيش مشكلة، بس تكون بسيطة جدًا. لكن لما يصير الموضوع لتقلصات قوية في المعدة أو إزعاج أو إسهال شديد أو أحيانًا لاستفراغ، هون بيكون موضوع غير طبيعي. بالعكس لازم أنا أروح إما أريح أو آخد على المستشفى حتى أنا آخد العلاج المناسب لهاي الحالة. إمم، ففعلا في ناس تمام، كتير بتدخل تمام. المستشفى، وهو في أطفال جدا بدخلوا المستشفى من حالات اللي هي للأسف، للأسف الإساءة لأ، أو وإحنا بنشوف التعامل للأسف الغلط. الشديد حالات من التسمم، يعني ربنا يعافي ويحفظ يا رب، بسبب بالذات نفس الأكلات اللي بنقعد ننبه فيها كل عيد، بلاش في العيد رنجة وفسيخ والحاجات دي، لإن بتبقى بكميات كبيرة جدًا وهي للأسف بيبقى عليها بعض المشاكل الصحية. طيب لو هناخد من حضرتك نصايح سريعة تخلّي العيد يكون فرحة فعلًا وناكل من غير ما نحرم نفسنا، خصوصًا اللي كانوا ماشيين على نظام غذائي طول رمضان، ماشيين على حمية غذائية معيّنة وكانوا يعني أمورهم ماشية ومضبوطة، فدخلوا العيد وسعرات العيد غير سعرات رمضان خالص، فتنصحيهم أكيد. بإيه؟ أول شي نبدأ يومنا بشرب المي،
ما نخلي فترات تناول الوجبات الغذائية قريبة، دائما نترك في فراغ بين كل شغلة وشغلة. يعني أنا لو بلشت يومي بمي ما أخذ مباشرة وجبة الإفطار، أترك فراغ ساعة ساعتين، أبلش إفطاري أخذ على وجبة اللي بتناولها أول شي بتناوله بعد الإفطار يكون وجبة عالية بالألياف. يعني مثلا عندك حكيت الخبز أو أي أنواع أنا بتناوله يكون من الحبوب الكاملة، يعني سواء أنا تناولت الشوفان حتى الكينوا، بذور الشيا ممكن تكون مدخلة مع وجبة الإفطار، بتحسسني الشعور بالشبع لفترات أطول، وبتكون بالعكس هي عم بتهيئ المعدة ومريحة جدا لسلامة المعدة. أتجنب تناول السكريات في الساعات الصباح الأولى. أنا ما رح أحرم نفسي الكعك والحلويات تبعت العيد، ولكن بالتناول بالاعتدال، بين ما كل بدي أتناول قطعة إلى قطعة ثانية يكون في فترة على الأقل طويلة. ما أبدأ يومي بشرب القهوة، هذا شيء أكيد جدا، وخاصة طبعا هو خطأ بشكل عام، ولكن في بعد رمضان لأنه بعد الصيام فنحن ندخل هالعادة من بعد على الجسم، فممكن تؤدي إلى ارتفاع الحموضة في المعدة، ممكن تؤدي إلى الارتجاع، فإلها مشاكل سلبية أكيد على الجسم بدرجة أكبر منها في الأيام العادية. فأنا طيب أتناول مين الألياف من الناس يا الكاملة، أستاذة أتناول أميمة؟ الخضار. مم. اتفضلي معك اتفضلي تفضلي. سامعاكي. أتناول خضار أكتر. ممكن أنا أدخل البيض على وجبة الإفطار. ليش؟ لأنه البيض من أروع وأنسب الخيارات اللي ممكن تتدخل، اللي بتعطي الشعور بالشبع لساعات طويلة جدا. فبالعكس هون أنا أجبرت جسمي، يعني كأنه تكنيك أنا عم بلعب بالجسم فيه. لما أتناولت بيض أنا خليت جسمي شبعان. لما أجي أنا مجرد تفكير بدي أتناول كعك أو بدي أتناول أي شيء تاني، إنه المعدة مباشرة شبعانة، ما هي متحملة تاكل شيء تاني. هون أنا خليت جسمي يضل شبعان، بنفس الوقت خليت الشبع يقاوم اللي هي الشهية اللي عندي لتناول الحلويات أو تناول أي شيء تاني، فقللت من الأشياء اللي ممكن تدخل على جسمي. بفضل كمان مثلا في وجبات ندخل البرغل أو الفريكة أو هي الأشياء، لأنه برضو هي عالية جدا بالألياف وبتعطي الشعور بالشبع لفترات أطول. ما ناكل خلال أيام العيد الأكل الجاهز أو المقليات، لأنه أبدا الجسم حيكون استقبالها صعب جدا. هلا متعارف عليه دائما بفترات العيد بيكون أكل المطاعم أو أكل خارج البيت. ما رح أكون ضد هذا الموضوع، ولكن كيف نختار أكلنا؟ يكون الأكل المشوي مثلا منزوع القليل الدسم، يعني مثلا دجاج أو سمك أو لحم المشوي، لكن ما يكون أختار شيء دسم. ما يكون مقلي. ما تكون سندويشات الجاهزة اللي بتتحضر مثلا بمختلف أنواعها. هون نحاول فيها. لما بختار الأكل لأطفالي مثلا ما يكون بطاطا مقلية، أحاول أخذ لهم البطاطا المشوية، أخذ لهم الأشياء اللي فيها تمام. جزء من المنطقية والصحية وما فيها تمام. حرمان بنفس الوقت، حتى ما يكون برضو عيد مش سعيد علينا. تمام تمام. طيب أخيرا، إمتى المعدة بتبدأ ترجع لنمطها الطبيعي واللي كانت معتادة عليه؟ خلاص إحنا بعد رمضان كان في نمط معين ودخل العيد وإن شاء الله يعني نمشي على نمط صحي خلال العيد. إمتى معدتنا ترجع تبقى يعني اللي هو بقى اعتادت على ال3 وجبات، الفطار والغدا والعشا، ويحصل ده بدون ما يكون في مشاكل صحية أو تعب؟ ناخد فترة قد إيه عشان نرجع تاني؟ هي المعدة ما بتاخد فترة طويلة لترجع تتعود. خلال العادي أول أيام العيد بترجع المعدة، ولكن بالدخول التدريجي للأكل. بالتدريج. وهذا أساسا النظام الطبيعي، يعني إنه حتى لو إحنا في الأيام اللي ما فيها صيام، الطبيعي إن إحنا دائما ندخل الأكل على المعدة بشكل تدريجي. إمم. فهي بس أول يوم بتكون شوية أصعب. ليش؟ لأنه المعدة كانت متعودة على صيام، اليوم الثاني أسهل أسهل بالتدريج. يعني هي مجرد الأيام الأولى بالعيد عادي إمم. المعدة بترجع. لكن أنا يعني بحث على إنه إحنا الطبيعي أساسا ندخل الأكل بالتدريج على المعدة وما نصدمها بكميات كبيرة، وما نبدأ يومنا بحلويات بموالح هذا الشيء أساسا طبيعي، يعني سواء كان من بعد الصيام أو بدون صيام. بجميع الحالات هذا النظام إمم. الصحي الصحيح اللي إحنا لازم نتبعه. لأنه تمام. بالآخر برضه نعتبر النوم عبارة عن ساعات صيام. يعني نفترض بننام 8 ساعات، بعد ال8 ساعات آجي أصدم المعدة مثلا بكلي مثلا دونت، كلي ببطاطا مقلية، كلي. طبيعي أنت عم تصدم الجسم، يعني كأنك أنت تخيلي كيف واحد نايم وأنت بتصحيه بصراخ، عم بتدخله آه. بصدمة. نفس آه. الفكرة، آه. المعدة نايمة أنت صحيتها بهاي الوجبات، أنت عملت لها بصدمة. صدمة.
إمم. فالصح إنه أنا أصحّيها بهدوء شوي، شوي بشرب المي، ببلش بوجبة فطور إمم. معتدلة متزنة منطقية صحية على جسمي، بالضبط. صحية لمعدتي. إمم. بالآخر إحنا أكيد يعني الصحة هي الصح اللي نحن نشتغل عليه، مش إنه أنا أشتغل على ملذاتي والشهوات اللي عندي، لأنه بالتأكيد. هي الأصح، وهذا الإسلام وهذا الصح برضه صحيًا للجسم. بالضبط، ودي هلأ سُنّة أكيد هي فرق أوصانا بين بيها إنه الرسول أنا صلى الله أعيش عليه وسلم. عليه الصلاة بالتأكيد. والسلام. صحيح. بالتأكيد. حتى في فرق، هلا في كتير ناس ممكن تحكي إنه العمر واحد، أنا مع العمر واحد والعمر ما رح يتغير، ولكن في فرق بين ما أنا أعيش عمري وصحيا وجسديا صحيحة والحمد لله، وغير عن ما أنا عم باكل اللي أنا بدي إياه، لأنه أنا عمري واحد ولكن أعيش هالفترة العمرية المحدودة إلي بالضبط. وأنا لأ طبعًا، متعبة لأ ومن طبعًا، هو مستشفى أكيد لمستشفى. العمر واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نحافظ على على صحتنا، وهنُسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى، ويمكن كمان السُنّة فأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني بعد رمضان نبدأ نصوم الستة من شوال، لإن معدتنا لسه محتاجة واحدة، واحدة بالتدريج. فإحنا كمان صيامنا للستة من شوال بعد رمضان كمان هتساعدنا إن إحنا معدتنا تاخد على النظام الغذائي تاني، وتبدأ ترجع لنظامها الطبيعي. أنا باشكرِك جدًا في النهاية الأستاذة أميمة دراد خبيرة التغذية العلاجية والإعلام التغذوي والأخصائية في التغذية العلاجية على وجودِك معانا، شرفتينا، وكل سنة وحضرتِك طيبة. تقبل الله منا ومنكم وعيد سعيد علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وندعو من الآن بقى اللهم بلغنا رمضان القادم يا رب العالمين. جماعة العيد مش اختبار لقوة المعدة، ومش اختبار مين هيبقى شهيته مفتوحة أكتر من التاني وهياكل أكتر من التاني، وإحنا مش داخلين سباق في أكل الكحك والبسكوت والفسيخ والرنجة والكلام ده كله، لأ، هو فرحة ولمة وحبايبنا يكونوا حوالينا باعتدال، ما نجيش بقى نبوّظ اللمة دي وننكد على نفسنا وننكد على اللي حوالينا ونطلع جري على المستشفى وعلّق محاليل والحاجات دي كلها. يعني هونًا ما على أنفسنا وعلى معدتنا وبشكل تدريجي زي ما قالت ضيفتنا الفاضلة، عشان أيام العيد كلها تعدّي بفرحة وبسلاسة وبهدوء وبدون وجع بطن ولا أي مسكن. انتهت حلقتنا اليوم، وكل عام وحضراتكم بخير، وكل عام وشبكة سلام الإعلامية بخير يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. انتهت حلقتنا، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.